بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نبدأ إن شاء الله نتكلم مع بعض دلوقتي في الفرنسيين عن شوية مفاهيم أساسية أو شوية حاجات كده كان المفروض نعدي عليها في دارت. إحنا كنا اتكلمنا قبل كده في البلاي ليست إن إحنا مش هنعدي أوي أو مش هنتعمق أوي في دارت، بس لقينا في شوية حاجات كده أو مصطلحات ممكن تلخبط بعض الناس فقلنا نجمعها كلها في فيديو واحد. تعالوا كده نبدأ بسم الله. اول حاجه طبعا احنا لما جينا اتكلمنا عن دارت قبل كده وقلنا ان مهمه دارت الاساسيه او التيم بتاع دارت المجموعه عملوا حاجه اسمها دارت. كان مهمتها انها تساعد الديفلوبرز انهم يشتغلوا في كومبلكس ابس او انهم يعملوا حاجات تكون هاي البروتكتيفيتي بتاعتها عاليه علشان يعني للمودرن ويب وكده. تمام تمام ماشي. لو جينا بقى نتكلم هتلاقي هنا برضو في مقارنة لطيفة جدا، يعني مش هنتكلم عنها قوي بس لو حد حابب يطلع عليها هيلاقيها موجودة في السلايدز. ما بين دارت وجافا وسي شارب وجافا سكريبت، يعني بيوضح المميزات او ايه الحاجة اللي بتفرق اللغة دي من اللغة ديت. مش هنتكلم عنها قوي بس طبعا هتلاقوها في السلايدز لو حد حابب يطلع عليها يعني او يدقق فيها او كده. وزي ما احنا متعودين لينك السلايدز هتلاقوه في الديسكربشن. تمام تمام. تعالوا بقى نتكلم عن الكلام بتاعنا او الحاجات المهمة اللي احنا محتاجين نتكلم عنها. في شوية مين بوينتس عندنا في دارت. أول حاجة طبعا إن هي سكيلابل وبروتكتيف يعني. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أنا مثلا دلوقتي لو شركة صغيرة وبدأت عملت الكود بتاعي بدارت وبدأت قعدت أكبر أكبر أكبر، فأنا مش محتاج كل شوية أقعد أغير الكود أو الآب بتاعي. لا، هو خلاص هو الكود بيز واحد وببدأ أزود عليه أو أعدل عليه، والموضوع بيبدأ إن هو يعني يتماشى مع النمو الشركة بتاعتي. وطبعا اوبن سورس وكل الحاجات ديت. وطبعا زي ما احنا عارفين ان دارت بتدعم شويه الفيرسايتل يوز، يعني بتقدر انك تستعملها انك تبني ويب سيرفر موبايل ابس ديسكتوب ابلكيشنز وكل الحاجات دي. طبعا دي كلها حاجات يعني احنا عايزين نضيع فيها وقت قوي لان احنا اتكلمنا عن كل الكلام ده قبل كده، واكيد من ان انت وصلت اصلا للفيديو دوت في البلاي ليست فانت عديت على كل الحاجات دي. تمام تمام. بس في كام نقطة كده عايزين نقولهم. أول حاجة يعني الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها شوية، إن دارت هي كلاس بيست اوبجكت اورينتد لانجوج. يعني هي معتمدة على الكلاسز أو فكرة الكلاسز، وهي اوبجكت اورينتد لانجوج زي الجافا مثلا. تمام تمام. فمعنى كده إن أنا عندي كل حاجة بتعامل معاها على أساس إنها اوبجكت. تمام. هي دي بس حاجات أساسية كده محتاجين نعرفها عشان إيه لما نيجي هنتكلم دلوقتي عن الأو بي في دارت تكون الموضوع بالنسبة لنا واضح شوية. طبعا في زي ما احنا قلنا احنا عندنا كل حاجة بالنسبة لك هو عبارة عن اوبجكت. تمام. static types كود فرزنج والاوبتمايزيشن الفانكشنز والفاريبلز دي كلها حاجات او نقط أساسية في دارت. طبعا كل الحاجات دي يعني احنا مش عايزين نضيع فيها وقت قوي عشان احنا نبدأ نخش يعني في المهم بالنسبة لنا بالفيديو او كده، او النقط الأساسية اللي ممكن تسبب لك شوية لخبطة. تمام تمام. نقطة مهمة عندنا إن إحنا عندك في الفيزابيلتي في دارت. إحنا طبعا عارفين إن أي حاجة أوبجكت أورينتد أو كده ففي عندك تو كي ووردز أساسيين وهما البابليك والبرايفت. قال لك والله في دارت أنت ما عندكش بابليك وبرايفت. هتقول لي إزاي؟ بس دي حاجة أساسية يعني أكيد هحتاجها في الكود عندي. قال لك أنت ما عندكش بابليك وبرايفت ككي وورد اسمها بابليك أو كي وورد اسمها برايفت، بس عندك حاجات بتتيح استعمالها. يعني إيه الكلام دوت؟ هنبدأ نتكلم ان انت مثلا دلوقتي لو جيت عرفت له الاكس انت اكس ايكوال 0. تمام. تعالى نعمل بس تحت كده برنت اكس عشان الورنينج الايرور او الورنينج ده يروح. انت اكس ايكوال 0 فهو بالنسبه له اي فاريبل او اي حاجه انت عرفتها زي بقى كان فانكشن كلاس اي حاجه بالنسبه له بتبقى بابليك، الا اذا لو وانا بعرفها له قلت له اندرسكور وبعد كده الاسم. تمام ايكوال 0. تمام تمام. ممكن مثلا نعمل عشان برضو الايرور. هو بالنسبة له الإكس هنا ده بالنسبة لي بابليك، لكن الواي هو بالنسبة لي برايفت. بمعنى إن أنا أقدر لو أنا مثلا عامل كده
اقدر في فايل تاني اروح انده للاكس اعمل انهيرتنس، مثلا لو ده كلاس او كده اعمل انهيرتنس واخد الاكس، لكن ما اقدرش اخد الواي لان الواي برايفت. تمام. دي حاجه اساسيه محتاجين يعني ايه، عشان لو شفناها مكتوبه او كده تبقى انت فاهم ان الاندرسكور هنا هي عباره عن كانك كاتب كلمه برايفت مش اكتر، وانت مش كاتب اندرسكور كانك كاتب بابليك. تمام. عندنا تو مودز اساسيين في الران تايم مودز عندك في دارت. اول مود هو البرودكشن مود. تمام. نقدر نقول ان البرودكشن مود دوت هو المود اللي انت بترن بيه البرودكت. يعني انا دلوقتي ك يوزر، لو انا دلوقتي واخد الاب بتاعك كبرودكت وخلاص بدات استعمله عندي على التليفون او على الديسكتوب مثلا او كده، فهل انا مهتم بالاسيرت ستيتمنت اللي عندك في الابلكيشن؟ هتقول لي اكيد لا، انا كيوزر ماليش دعوه، بس انا كديفلوبر مهتم. فبالتالي البرودكشن مود ما بيهتمش قوي او ما بيعمل اجنور للاسيرت ستيتمنت مثلا او الستاتيك تايبس، لكن التشيكت مود لا. فعشان كده انت كديفلوبر وانت شغال لازم تكون شغال، او يعني من الافضل انك تشتغل بالتشيكت مود مش بالبرودكشن مود. تمام. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن الفانكشنز واكيد مش محتاجين نوضح يعني ايه فانكشن. بس في دارت كده شكل من اشكال الفانكشنز برضو اكيد عدينا عليه كتير واحنا بنكتب الكود. وهو ان انت بتعمل وان لاين فانكشن بالشكل دوت. ده كده الاكسبريشن دوت معناه فانكشن. يعني انت دلوقتي بدل ما بتعمل ديسبلاي بالشكل دوت اللي هو تقول له ديسبلاي وبرنت وهكذا، لا انت بتعمل فار ديسبلاي. وبالمناسبه ممكن تشيل فار دي وتحط مكانها فويد عادي. برنت هلو فروم دارت. فمعنى كده ان انت لما تيجي هنا تنده الديسبلاي بتنتهي كانها فانكشن عادي خالص. تعالوا كده نجرب الكلام دوت. انا ممكن اقول دلوقتي فويد ديسبلاي. تمام. آه مثلا برنت مثلا. تمام. طبعا هنا لازم اقول له لو هي هتاخد بارامترز يعني، بس انا عندي هنا الديسبلاي مش هتاخد بارامترز، فبالتالي سايب الاقواس دول فاضيين. تمام. واجي انده للديسبلاي تحت خالص عادي جدا، بنده لها عادي جدا كانها فانكشن يعني، موضوع عادي جدا بالنسبه لي. تمام. تمام. ممكن نعمل كده عشان الورنينج ده مش مشكله. طيب تعالى مثلا انا عايز اخليها بتجمع رقمين. اقول له مثلا انت اكس وانت واي مثلا، وهخليها تبرنت هنا الايه، هخليها تبرنت مثلا الاكس بلس الواي. تمام. بس طبعا هو هنا محتاج الرقمين بتوعي كاني بتعامل عادي مع فانكشنز عاديه خالص، بس دي بتبقى بتتيح لي يعني سهوله في الكتابه لو انا بتعامل بوان لاين فانكشن، او الفانكشن هتنفذ لي سطر واحد، مش محتاج ان انا اكتبها في اكتر من. وحتى لو هستعملها في اكتر من سطر يعني، بس الموضوع بالنسبه لي هنا بيكون اسهل شويه في الكتابه وبنشوفه كتير. تمام. طبعا هنرن هيطبع لي عادي جامع الاثنين والتلاته اللي هم الكام اللي هي الخمسه، عادي جدا. قال لك برضو ان الدارت ممكن يعني مش لازم كل البارامترز اللي انت بتعملها تستعملها. بمعنى ايه؟ ان انت ممكن في اوبشنال بارامترز ممكن تحطها في الفانكشنز عندك. بمعنى تعالوا بقى ناخد شكل الفانكشن العادي اللي احنا متعودين عليه. void add مثلا int x وint y، وبرنت هنا مثلا الاكس بلس الواي، وهنخلي دي add. الاوبشنال بارامتر بيتيح لك يعني انا هنا دلوقتي انا قايل له ان انا هاخد الاكس والواي، فانا لازم اديله الاكس والواي. طب لو انا جيت مثلا شلت واحد منهم، قال لك لا ما ينفعش، يعني مش معقول، انا قايل لك هات لي الاثنين فلازم تدي لي الاثنين. طيب هنا بقى الاوبشنال بارامتر بيتيح لك ايه؟ بيقول لك والله لو انت عايز تديله بارامتر واحد بس تقدر تعمل دوت بالاوبشنال نيمد بارامتر. بمعنى ان انا اجي هنا اقدر اقول له انا اقدر اعمل كده. طبعا الايرور اختفى من تحت، بس في ايرور تاني ظهر فوق. طب الايرور اللي ظهر فوق ده معناه ايه؟ انا دلوقتي بقول لك ان البارامتر دوت اوبشنال، يعني انا ممكن اديك الواي وممكن ما اديها لكش. طب مش احنا عارفين ان في حاجه اسمها النال سيفتي في دارت، او ان هو ما بيقبلش بحاجه نال؟
فاقدر دلوقتي انا ما خدتش الواي، هو الاكس طبعا كده كده لازم، فمفيش هنا ايرور. ليه؟ لان الاكس عمرها ما تكون بنل، لان معنى ان انت ندهت الفانكشن فمعنى كده ان انت اديتها قيمه الاكس. طب اقدر انا ما اديتش قيمه الواي، فلازم اديها قيمه باي ديفولت، اللي هو انا بقول له لو انا ما اديتكش قيمه الواي انت قيمتك بصفر، خليها مثلا بخمسه عشان الموضوع يكون واضح شويه. انا دلوقتي اديته قيمه الاكس باتنين، فلما اجي رن هيطبع لي كده كام؟ هيطبع لي سبعه، اللي هو الاتنين زائد الواي اللي هي بخمسه، عشان انا ما اديتوش قيمه تانيه ليها. لكن لما اجي هنا مثلا اديله الاربعه ورن، هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي 6. ليه؟ لان هو خلاص كده بيتعامل بالواي بالقيمه اللي انا اديتها له. تمام تمام. طبعا زي ما احنا قلنا بقى، نخش في الموضوع المهم شويه بالنسبه لنا، هو الاوبجكت اورينتد. طبعا الاوبجكت اورينتد او الحاجه الاساسيه عندك هو الكلاس. والكلاس في دارت زيه زي باقي اللغات يعني، او زي اغلب اللغات التانية بتعرف عليه خالص. تعالى كده نعمل يمين كلاس مثلا وتسميه امبلوي زي المثال اللي احنا كنا حاطينه، وتديله بقى هنا مثلا string name end age كل الحاجات ديت. تمام. شيل دي دلوقتي. تمام. بس طبعا في هنا الموضوع برضو لازم مفيش حاجة ينفع تفضل بنل، فأنا لازم اديله هنا ايه قيم باي ديفولت. طيب ماشي، جميل جميل. واقدر بقى طبعا هنا ايه اعمل اوبجكت منه، ملوي مثلا بلودت نيم وهكذا، واطبع مثلا القيم ديت. هيطبع لي هنا الامبلوي دوت نيم ب... وهيطبع لي الامبلوي دوت ايدج. تمام. جون 13 years old، لو القيمة اللي اديتها له هنا، لو غيرت القيمة دي مثلا خليتها احمد، خليت ال 30 دي 20، الموضوع زي ما احنا شايفين بالنسبة لنا ايه، القيم طبعا هتتغير عادي جدا. كلاس زيها زي باقي اللغات البرمجة اللي فيها الاوبجكت اورينتد، يعني تقدر تخليك تتعامل مع الاوبجكت اورينتد. طبعا في بعد كده عندنا حاجة اسمها الكونستراكتور. الكونستراكتور دوت بيتيح لك اللي هو تعريف مبدئي. زي ما احنا عارفين احنا هنا لما جينا ما اديناش قيم، طبعا في ايرور ضرب. ليه؟ لان هو نون ليبل، يعني ما ينفعش حاجه تفضل بنل. فكان الحل هنا ايه؟ الحل هنا ان انا والله بقول له امبلوي اللي هو اسم الكلاس عندي. تمام. وبعمل له كده this dot name و this dot age. الكلام ده معناه ايه؟ تمام. required. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقول له وانت بتنده او انت بتاخد نسخه من تمام. عذرا، لازم نكتب نيم ايكوال كذا، نيم احمد مثلا، والايدج ايكوال 20 عادي خالص. باجي هنا بقول له وانت بتعمل نسخه من الكلاس دوت وانت بتاخد منه اوبجكت، اديله ان النيم بتاعه باحمد والايدج ب 20. وزي ما احنا شايفين شلنا هنا الديفولت فاليو. طب انا ليه شلت الديفولت فاليو هنا؟ المثال لما كان بالشكل الاولاني آه، ما كانش في اي حاجه بتقول له ان انا هاخد قيمه النيم وقيمه الايدج، فهو كان لازم ديفولت فاليو عشان انا ما ينفعش اخد حاجه تفضل بنل. لكن هنا انا لما حطيت كونستراكتور هنا، ده معناه ان انا بقول له وانا بنده لك او وانا باخد اوبجكت من الامبلوي، انا كده كده هديك القيم بتاعتك سواء النيم او الايدج. فبالتالي انا لو شلتها هيدي ايرور. فبالتالي خلاص هو اعترف بقى ان ما طلبش مني القيم. ليه؟ لانه انا كده كده هديله، لازم اديله القيم وانا بنده لك. طب انا لو ما اديتلوش القيم معناه ان انا ما ندهتلكش، فبالتالي ما فيش ايرور هيحصل. تمام تمام. طبعا لو رنينا هيحصل نفس اللي حصل بالظبط، بس هنا طبعا الفرق انه هيطبع لي 30 عشان دي اخر قيمه للايدج، لكن لو انا شلت السطر دوت هيطبع لي 20 عادي خالص. تمام يعني عندي 20 يورو دوت. طيب. طبعا هو عذرا، هو المفروض الصفحه دي كده. تمام. ودي كده. تمام. ده ترتيب غلط مني، انا اسف. ماشي. نيجي بعد كده مثلا في فلاتر برضو، او اسف عذرا، دارت بتتيح لك حاجه كويسه جدا اسمها الكاسكيدز. دي موجوده في لغات زي مثلا السمول توك او البيزك او الفيجوال بيزك او كده.
ميزتها كويسه قوي. طب تعالى نشوف او نحاول نفهم الكاسكيد دي بتعبر عن ايه او ايه مهمتها. كل الفكره هنا مش isn't used، فاحنا ممكن نعمل هنا مثلا ايه. آه تمام. ماشي. انا دلوقتي عملت كلاس، الكلاس دوت عادي جدا. ماشي. في string name وايدج، وبياخد بيرسون النيم والايدج بتوعه. تمام. وبياخد setter اللي هو الست نيم، بيخليه لي بيغير الاسم. يعني فانكشن ديت كل مهمتها انها بتغير الاسم بتاع لو انت عايز تغير النيم يعني عن النيم اللي انت مديهوله في الكونستراكتور. او في فانكشن تانية اسمها سيت ايدج، مهمتها لو انت عايز تغير الايدج عن الايدج اللي انت مديله في الكونستراكتور، او لو انت مش مديله ايدج هنا لان انت مش حاطط ريكوايرد. فمعنى كده ان هو مش لازم تديله الايدج وانت بتاخد الاوبجكت، بس هنا بتقول له لازم هديك الايدج قبل ما استعملك. يعني انا ما ينفعش استعمل الايدج وانا ما اديتلوش الايدج قبل كده، هيدي ايرور. تمام تمام. والديسكرايب بتعمل ايه؟ بتعمل برنت. فانا هنا الفكره كلها، انا دلوقتي لما جيت خدت الاوبجكت دوت وسميته بيرسون، انا دلوقتي بقول بيرسون دوت كذا، بيرسون دوت كذا، بيرسون دوت كذا. فالكيسكيد او الكيسكيد بتتيح لك ايه؟ ان انا بقول لك والله مش انا هستعمل البيرسون دوت. هنا عملنا اوبجكت تاني سميناه انذر بيرسون. طيب بدل ما انا كل شويه اقعد اقول لك انذر بيرسون دوت كذا، انذر بيرسون دوت كذا، لا انا بحط تو بوينتس هنا. دي معناها ان انا بقول لك يعني اظبط لي بقى الانذر بيرسون دوت كذا وسيت نيم. بس اسهل شويه في الكتابه النقطتين دول لما احنا بنيجي نكتب. لما بنعمل كده ده معناه ان دي حاجه عايده على اللي قبلك، يعني ده تكمله للي قبلك. فانا هنا بقول له السيت نيم ديت تكمله للانذر بيرسون، فهو هنا بالظبط كانه عامل انذر بيرسون دوت كذا. تمام تمام. فانا لو جيت هنا جربت هلاقي ان دي بتشتغل عادي خالص زيها زي اللي فوق بيرسون دوت كذا، بس طبعا الموضوع اسهل شويه في الكتابه بالنسبه لي. تمام تمام. الموضوع ما فيش فيه اي مشاكل. طيب. آه تمام. طبعا في اوبجكت اورينتد فيوتشرز عندك زي السيتر والجدر وكل الحاجات ديت. وهتلاقي متاح هنا هوت موجود كمثال يعني. طبعا ده مثال بيوضح ان انت تقدر عادي تستعمل سيتر وجيتر في دارت عندك. هنا مثلا عملنا كلاس وسميناه امبلوي. الجيتر هنا خليناه ان هو بيريتيرن النيم. الجيتر هو مهمته ان هو بياخد داتا من الكلاس. يعني انا كاني بالظبط بعمل ريتيرن لحاجه في الكلاس، بس هو هنا الجيتر معناه ان انا باخد داتا. طب الستر معناه ان انا بست داتا جوه الكلاس. كاني بعمل فانكشن. الفانكشن هنا كل مهمتها انها بترجع لي النيم، بتعرفني النيم بتاعك ايه. لكن الفانكشن الثانيه اللي هي الستر كل مهمتها ان انا بعدل النيم، بديك نيم جديد يبقى هو النيم بتاعك. الموضوع عادي خالص يعني كانك بتعمل فانكشنز عاديه. بس هنا عشان باخد داتا فهي اسمها جيتر، وهنا عشان باخد بعدل داتا او بدي فاليو لداتا فبسميها ايه؟ فاليو للفاريبل اسف، فبسميها ستر. تمام تمام. وبرضه باخد فانكشنز وعادي خالص الموضوع شغال معانا. ماشي. حاجه برضه مهمه جدا بقى وخلينا نتكلم عنها يعني برضه هي الميكسن. الميكسن برضه هي الدارت عندنا. يعني هي ممكن اسمها يكون غريب بالنسبه لك شويه او الشكل دوت مش موضح قوي، بس هي حرفيا هو الفكره بتاعتها تافهه. تعالوا كده ايه ناخد مثال بسيط ويوضح لنا. الماكسيم ببساطه شديده بيقول لك انا دلوقتي عندي مثلا التشايلد دوت وليكن نسميه محمد. محمد هياخد خصائص البيرنت الاول ولا البيرنت التاني؟ هياخد خصائص الاب ولا الام؟ طيب محمد هياخد خصائص الجد الاب بقى مثلا دوت الاب هياخد خصائص الاب الجد ولا الجده؟ نفس الفكره بالظبط بالنسبه للكلاس. بالنسبه لك الكلاس لو انت بتعمل له انهيرتنس من كلاس تاني يعني بياخد الخصائص اللي في كلاس تاني. يعني مثلا هنا الكار بياخد الخصائص اللي في الفايكل. فاقدر مثلا انا دلوقتي الكار ديت هزود لها حاجه تانية زي الاير كونديشن مثلا. فانا بقول لك هل هي هاز اير كونديشن، فمعنى كده انها الخصائص بتاعتها هتزيد. طيب انا لما اجي اعمل انهيرتنس لازم اعمل انهيرتنس من كلاس واحد. طب انا عايز ازود الهاز اير كونديشنال، اعمل ايه؟
فعمل لنا حاجه اسمها ميكسن. فانا دلوقتي مثلا لما بقول له ميكسن فلاي، فلاي بقول لك برنت فلاينج، يعني فلاي دوت لو دي فيها فانكشنز خاصه لو الكائن ده بيطير. طب الوك ده فيها فانكشنز خاصه لو الكائن ده بيمشي. طب هل البرد بيفلاي ولا بيوك؟ يعني البرد بيطير ولا بيمشي؟ لا، هو الاثنين. فهنا بقول له ويز فلاي اند ووك. انا كده عملت ميكسر، كده زودت خصائص الفلاي زائد خصائص الووك، زائد ان هو اصلا فيه الخصائص الخاصه ليه. فانا هنا اقدر اقول البيرد دوت ديسبلاي اللي هي موجوده في الكلاس اللي اسمه بيرد، او اقدر اقول بيرد دوت فلاي اللي موجوده في فلاي، او اقدر اقول بيرد دوت ووك اللي موجوده في ووك. تمام تمام. مثال تاني مثلا. تمام، ده طبعا بيوضح الميكسن وازاي بيشتغل. يعني الكلام ده كله احنا لسه قايلينه حالا، بس توضيح ليه مش اكتر. ده مثال تاني ليه. مثلا الكار هي بتاخد انهيرتنس للفايكل. تمام، بتاخد الخصائص اللي موجوده في الفايكل، اللي هو مثلا نمبر اوف ويلز والدرايف اي كان موف دي الحاجات الموجوده في فايكل، الكلاس اللي اسمه فايكل. في كلاس تاني اللي هو هاز اير كونديشنال دوت، او اير كونديشننج لو انت دلوقتي العربيه دي فيها تكييف. تمام، فانا بقول له خلاص يبقى هتاخد الخصائص اللي في الكلاس ده كمان، اللي هي ايه؟ اللي هي تقدر تزود تعمل انكريس للتمبريتشر، او تعمل ديكريز للتمبريتشر، وبيبقى فيه التمبريتشر اللي هي ب 20، ده التمبريتشر الاساسيه الثابته، تزودها بقى او تنقصها او اللي انت عايزه. تمام، فانا دلوقتي لما اجي اعمل الكار ما اقدرش اعمل غير اكستند لكلاس واحد، يعني ما اقدرش اخده من انهيرتنس من غير من كلاس واحد اللي هو الفايكل. فهو هنا الفكره كلها ان انا قلت له خلاص كار اكستند للفايكل عادي خالص، وبعد كده قلت له ايه؟ قلت له ويز هاز اير كونديشنال، يعني يزود عليها انها بتهاز الاير كونديشن. فهنا فعلا الكار لما اجي استعملها اقدر استعمل فيها الفانكشنز اللي موجوده في الفايكل، واقدر استعمل فيها اللي هي موجوده في الهاز اير كونديشن عادي خالص. واقدر اعمل فيها ميكسن برضو ليه لاكتر من ميكسن. يعني ما اقدرش، مش معنى كده ان انا ازود حاجات موجوده في الهاز اير كونديشن بس. اقدر دلوقتي العربيه فيها راديو، فانا محتاج ازود الخصائص بتاعت الراديو برضو، فبرضو عادي خالص ويز هاز اير كونديشن كوما هاز راديو. يعني الموضوع بالنسبه لنا بسيط خالص. هو الفكره بس تفهمها، اللي هو الميكسن هي بتضيف خصائص لاكتر من كلاس عشان ما تقدرش تعمل انهيرتنس من اكتر من كلاس. فانت بتحط الانهيرتنس للكلاس الاساسي بتاعك، وتزود بقى ايه؟ تزود الخصائص من، ان شاء الله تزودها من 100 مكان، مش هيعترض. تمام تمام. هل ده تكون هذا الفيديو بتاعنا يا باشمهندسين؟ نتمنى نكون يعني وصلنا المعلومة او الموضوع واضح اكتر او كده. هو الفيديو مهمته مش شرح المفاهيم قد ما هي مراجعة عليها او توضيح ليها يعني. وفقنا الله واياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.